طبعا انطفت الكهرباء، جاي ننتظر امي حتى تجي، هي جايه بالطريق، اجت من العراق، هسه هي باسطنبول، فابوي راح وراها لاسطنبول حتى يجيبها، وجا ننتظرها وشي، وانقطعت الكهرباء، طقت المحولة وضالين بالظلمة. وهسه راح نشغل فد شموع يعني، لان اللايت ما اعرف وين خليتها ونسيت، فراح نشغل شموع حتى يصير شوي اضوء، لان هسه مشغلين الضوء مالت الموبايلات. وهلا هلا اكون مو بالصورة، هلا هلا اكون بيت نزوره، هلا وش قاعدين؟ النجم وش قاعدين؟ نص الصنص طاحت الجنطة على صدري. اوي ايش بدو انا؟ حبيبتي لا تبكي، ما في قلبك. زين هبتي نص جزاي؟ ماما هاي شربت ما ادري شنو طايح عليه، كله ماي. لا مو ماي، هاي كان ابراهيم جاي ياكل خبز عربي. ابراهيم هذا حلو، جبن حلو كلش ابراهيم؟ طيب، حلو بوب بينير نعطيه كلش حلو طيب. شلون الجبن وشو جزاي؟ زود شوي اكو شو نسوي؟ هاي السكينه بطنك قلها لا تطق السكينه ببطنك. والله خالتها هيك تسوي. طيب رياح رياح. شوف ايه اوه يبا شنو هاي؟ عبالي شو اسمه وحر. رياح. ايوه الامارات هذا. اماراتي. هاي ميلاني هذا ما شاء الله. سمك عراقي اصلي، مو مثل السمك التركي. ما يناسب. من جاب هاي السمك؟ حنان؟ حنان خذت لك 4 كيلوات والباقي لا انا اشتريت. السمك ايوه هاي السمك. لا لا تسوون وايد وزيد انا قلت وتجيبون. لهم قبل نزيل اليوم راسي حتى ما يتوتر. بسط مو مالت نيلو هاي. صارت عندنا هنا سماكه. يما صبعت صدق كذب انتي ماما ايش فيك؟ لا ما يما يا ما حد يشيد شاف اللحم الصاير فيه طالع باكر ما تقدر تنام منه. على السنق السمك شلون؟ هاكم بعدين ترجعين العراق على مصر؟ لا يما عوف لا تفتحين شوف شنو هاي اخوي، شوف شنو هاي نوع بيه. ستي وقايل ليش تعي يسوي شيء وجاي تهددين. هذا لحم لا طرشي. وهسه خلصنا من السمك وسوينا وجبات وخليناه بالمجمدة، وهسه خلي اشوفكم باقي الشغلات اللي امي جابتهم الي من العراق. طبعا هواي هدايا وصلتني من العراق، وقسم من الاشياء انه هي اغراضنا اللي كانت بالعراق فامي جابتها وياها. مثلا هاي الفانوس مالت رمضان جابتها وياها، هذا فانوس زهرة هم كلش حلو بما انه رمضان، فقلنا لها انه تجيبه وياها، وجابتها من زينة رمضانية كلش حلوة. وهنا خل اشوفكم هاي الهدايا اللي اجتني من مرض خالي. هنا وصلتني هدايا قلادة ذهب، صورة الكرسي كلش حلوة وناسكة، هاي وصلتني من مرض خالي. طبعا هذا ذهب 21، احنا بالعراق دائما نشتري الذهب 21. هنا بتركيا يبيعون أكثر شي الذهب مالتهم عيار 24 أعتقد، بس الذهب التركي تكون اللمعة مالته كلش قوية، ويكون صلب عكس الذهب 21 يكون لين يعني. فإحنا هذا ذهبنا اللي بالعراق دائما يعني نشتري ذهب 21. ووصلتني من عندها هدايا ثانية هم. هنا عطر يارا، هاي كلش أحب العطر وكلش طيب، بنات أنصحكم إنه تجربون هذا العطر، كلش راقي وسعره كلش مناسب. أنا أعتقد كنت أشتري من العراق تقريبا 25,000 أو 30، يعني هاي الحدود. وهسه يعني صار الهبة مالته، لأن العطر مالته كلش حلو.
يعني كلش راقي. وهنا دازت لي تحفية مالت رمضان هم كلش حلوة، تصير بيها باتري وقلوبات، يقدرون مثلا تخويها من السفرة مالت رمضان أو يعني على الميز كركن رمضاني. هم كلش حلوة، أنا كلش أحب هاي الشغلات. العام وصلتني هدية مبخرة مالت رمضان هم كلش حلوة، يعني تقريبا نفس الموديل مالتها بس ديك مبخرة، وهاي شلون الهلال هم كلش حلو شكلها. فكلش أحب هاي الشغلات مالت رمضان نسوي بيهن ديكور. إن شاء الله راح أصوره لكم حتى نزين فد ركن بالبيت، ركن رمضاني. وهنا هم دازة لأختي هدية محبس ذهب انفينيتي هم كلش حلو نازك. طبعا كلش نتشكر من عندها، الهدايا كلش حلوة وناسكة، ودائما من أمي تروح للعراق وتجي أبد يعني ما تجي أمي إيدها فارقة، دائما مرت خالي تدز يعني هدايا إلنا وهواية شغلات، يعني ولا مرة أمي راحت وإجت وهي ما تدزلنا شي، لازم تدزلنا فد قطعة ذهب أو عطور أو شغلات، يعني كلش هواي تدز أشياء. بس شوفولي هذا الجمال مالت المحبس شقد حلو شكله ونازك، دائما تختار شغلات كلش ناسكة والموديل مالتهم أبد ما يروح. هاي كانت الهدايا مالت مرت خالي، وبعدها دازت لي أشياء إن شاء الله فيديو ثاني راح أشوفكم باقي الهدايا مالتها. هنا هم وصلت هدايا من خالتي الزهرة، ساعة بلوتوث وسماعات وياها وهواية شغلات وياها. أنا ما بوعد على كل التفاصيل مالتها، بس يعني هيك مجرد إنه فتحت الباكيت ويعني شفت إيش كم شغلة على السريع صورتهم لكم. بس كنت أريد يعني أصور الهدايا اللي وصلت لنا من العراق، ويعني فيديو سريع. فما أعرف يمكن بيها إنترنت، بلوتوث هي أكيد يعني، وياها سماعات هم كلش حلوة. وهنا مرت خالي هم دازت لي بخور اسمه كمبودي هيك اسمه يعني، بس البخور كان كلش طيب وراقي، يعني عطره كلش حلو. طبعا أنا كلش أحب البخور. هنا تعرفون بتركيا الجو دائما رطب، تصير رطوبة، تصير فد يعني ريحة مالت رطوبة نقول، ولو هو بيتنا يعني مشمس، بس دائما الجو إنه يكون رطب أحيانا يعني بالشتاء، لأن الشتاء هنا أكثر من الصيف. بس أنا كلش أحب البخور لأنه البخور يطرد العفن من البيت، الروائح المو حلوة أو ريحة الطبخ إذا كنا مثلا مسوين سمك أو فد أكلة يعني قوية يعني نقول، فأبد ما تبقي أي ريحة بالبيت. فاني يعني من عشاق البخور يعني من زمان مو من هسه، كلش أحب البخور. هنا وصلت لنا هم هدايا صابون، أعتقد هذا بالأعشاب، هم كلش حلوة الريحة مالته، صابون طبيعي احنا نقول له صابون الغار أو صابون الرقي هيك نسميه، بس كان يعني كل وحدة تختلف عن الثانية، هم كلش حلو الصابون مالته. أعتقد اسمه الملكة هيك شي، تصير علبة وبيها أنواع من الصوابين مالت الغار بالأعشاب مسويها كلش راقيات. هنا هم وصلت هدية، طبعا هاي كلها هدايا. هنا هم وصلت هدية معطر مال الجو، ووياهم هاي الأعواد هم شكلهم كلش نازك وحلو، والحجم مالته يكون ميني. وهم خالاتي مشتريات إنه هواية شغلات كلش هواية، يعني أمي راحت بجنطة وإجت ب7 جنط، يعني ما أعرف شلون وصلتهن لهنا لأن كلهن ثقال. وانتو شفتوا بداية الفيديو السمك اللي وصل من العراق كلش هواي، كمية كلش كبيرة، تقريبا يعني 30 أو 35 كيلو من السمك، سمك بحري مالت الفاو، احنا بالبصرة نشتري سمك الفاو، فكله شانق ونقول بياح، وبعد هواي أنواع من السمك يعني مشكل، صبور، نويبي، هم يعني أنواع كلش حلوة وراقية. هسه خلي أشوفكم هاي المباخر الحلوة اللي وصلتني من العراق. هذا المبخر لونه ذهبي، هذا هدية من مرت خالي، هم شكله كلش حلو نازك ومرتب. وهذا الثاني هم هدية وصلني، بس يكون يعني أخشاب، هم كلش حلو الديزاين مالته،
ووصلني مبخر ثالث هم كلش حلو، بس هنا ما لحقت أصوره نسيت. هنا هاي البخور هم كلش عجبني. يكون شلون الأعواد، بس الأعواد مالته تكون شوية ذخينة يعني مو صغيرة. هم كلش حلو العطر مالته. طبعا وصلتني تشكيلة كلش كبيرة من البخور، كلهن يخبلن يعني واحد أحلى من الثاني. هم خالتي كانت بالعمرة وإجت، هم جابت لي بخور من العمرة، وجابت لي هدايا ودراريع هواية. إن شاء الله راح أصورها لكم بفيديو ثاني. هسه هنا هاي الهدية مالت خالتي. هنا جايبت لي بخور اسمه بخور الكعبة، كلش حلوة الريحة مالته. وهاي المسواك أعتقد اسمه، حسب الروايات قبل كان النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان يستخدمه، حسب يعني الروايات اللي نقراها. فهو ينظفون بيه الأسنان. وهنا هاي هم وصلني من العمرة شال مالت صلاة باللون الأبيض، هم كلش حلو كلش عجبني، يكون بيه تطريز يعني كلش ناعم. وهنا أمي جايبة هواية شغلات، إن شاء الله أنا راح أسوي لكم فيديو ثاني وأشوفكم كل الأشياء اللي هي جايبتها لنا، كل الهدايا ومسواق رمضان كلش هواي. إن شاء الله راح أسوي لكم فيديو ثاني وأصورها لكم. هنا هم وصلني ماي زمزم من العمرة، طبعا هذا أهم شي يعني. طبعا هسه هنا الفيديو ما راح اسوي هواية طويل عليكم، ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو ثاني واشوفكم باقي الشغلات اللي وصلتني من العراق، سواء كانت هدية او امي جابتهم لنا، لان جايبة كلش هواي اشياء، فما احكي لكم شلون يعني المنظر كان هيك مبسطين كأنما محل يعني جايبة لنا كامل مالت اغراض، فما قدرت انه اصور كل الشغلات بفيديو واحد. فراح اسوي لكم فيديو ثاني واشوفكم باقي الشغلات. اتمنى استمتعتوا بالفيديو وحبيتوا. اذا حبيتوا الفيديو تنسون تسوون لايك وانتظروني في فيديو ثاني. مع السلامة.